كنت بارميه، لكن هاقول لكم الكنز اللي جوّه الفلفل. الفلفل جوّاه كنز فعلًا، اوعي ترميه. هاقول لِك إيه هو. كلنا عندنا أنيميا حديد، عشان كل الأكل بيبقى فيه نسبة هرمونات، نسبة حقن زي اللي في الفراخ وكمان بقت في اللحمة. ففي كنز جوّه الفلفل هاقول لكم إيه هو. كل الناس بتقول الفلفل حلو وكله حديد، كله فلفل كتير. لأ، الكنز اللي جوّه الفلفل الحقيقي مش في الفلفل بس، لأ، في ده. القلب بتاع الفلفل اللي هو البذر بتاع الفلفل ده هو الحديد اللي في الفلفل اهو. ده فلفل الوان وبيبقى في الفلفل الاخضر اكتر. ده الكنز الحقيقي. الفصوص دي اوعوا ترموها، حطوها على السلطة عشان تأكلوها لعيالكم، لأن دي كلها حديد. حتى احنا لما بنجيب فلفل حراق وبنبص فيه بنلاقي ان الحرقية كل ما بتيجي عند الفلفل البذرة دي بتزيد، فمعنى كده ان البذر ده هو اللي فيه كل الفايدة اللي في الفلفل. اوعوا ترموه، حطوه على السلطة، كلوه كده. انا عندي بيمسكوها كده وياكلوها لانها كلها فوائد. ففوائدها الحديد في البذر. نصيحة بقى ومعلومة طبية ان كنتوا ما ترموش بذر الفلفل نهائي.